شغلت الاي سي بي سي. نفضل ماشيين كل ده عشان نشوف السكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كل الناس بتيجي تبدأ تتعلم بروبلم سولفنج وتيجي تحل مسائل ما بتعرفش تحل مسائل. يعني في عقدة كده اللي هو ايه، انا فاهم المسألة وعارف احلل المسألة وعارف ازاي افكر في المسألة وعارف اجيب الفكرة بتاعتها، بس لما باجي احل انا مش عارف اكودها ازاي، او مش عارف اكتب الكود بتاعها ازاي، مش عارف استخدم التوبكس اللي انا متعلمها، او مش عارف اوظف التوبكس اللي انا متعلمها. طيب اعمل حاجه زي كده ازاي؟ ومعانا دلوقتي الباشمهندس احمد والباشمهندس عبد الرحمن، وهيبداوا ان هم يجاوبونا ازاي نتغلب على المشكله دي. فانا دلوقتي زي ما فهمت المشكله اللي معايا، ازاي ان انا فاهم الفكره ومش عارف امبلمنتيشن الكود بتاعي، او مش عارف امبلمنت اي حاجه. اتفضل يا باشمهندس احمد. والله فكرة ان انت مثلا تكون عارف تقرأ بروبلم وفهمت البروبلم وعرفت ان البروبلم عايز ايه، وعرفت فكرة الحل. اما فكرة ان انت بقى عايز تكتب كود او تمبلمنت، اعتقد ان دي مهارة اصلا، مهارة ان انت تجيب الامبلمنت بتاع الفكرة اللي في دماغك دي بسرعة. ودي بتيجي مع التعود اصلا، يعني انت مش هتيجي من مرة هتمبلمنت الكود مرة واحدة، لا اكيد هتغلط، واكيد هيبقى في بجات، اكيد هتستعين، اكيد هتطلب هنتات من حد. انا عارف الفكرة بس عايز اكودها ازاي. الموضوع مش هيجي من اول مره، الموضوع ما بيجيش من مره واحده ابدا، الموضوع بيجي مع استمراريه. ومهاره ان انت تمبلمنت الكود بسرعه دي اصلا دي مهاره جامده، يعني مش اي حد بيكون عنده نفس المهاره. اما فكره بقى ان انت مثلا لو مذاكر توبك، لو انت مذاكر التوبك ده وبتحل على التوبك ده، فهي حاجه من الاثنين، يا اما انت مهاره الامبلمنت عندك ضعيفه شويه، او انت مش مذاكر التوبك كويس. يعني انا اعتقد ان مفيش حل من الاثنين غير كده، يعني ملهاش حل غير الاثنين، يا اما الامبلمنت عندك ضعيف ودي اصلا مهاره بتكتسبها مع الوقت، يا اما انت مش مذاكر التوبكس كويس. بس اما مهاره الامبلمنت دي اصلا هتيجي مع الوقت، مش هتيجي من مره واحده. طيب احنا دلوقتي فهمنا راي الباشمهندس احمد، ممكن نفهم دلوقتي راي الباشمهندس عبد الرحمن. يعني نفس الكلام اللي احمد قاله، بس هنزود عليه مثلا ان ما ينفعش مثلا اكون انا مخلص توبيك مثلا، يعني مثلا خلصت ليفل 0، ففي بتبقى فجوه شويه بين ليفل 0 وليفل 1، وفجوه بين ليفل 1 وليفل 2. فما ينفعش مثلا اخلص الليفل ده واخش على الليفل اللي بعده على طول، يعني لازم احل شويه جنرال كده مثلا على ريتات اعلى شويه عشان اعلى بافكار المسائل في الادوكس والمستوى الجريدي بتاعها، عشان استوعب الباقي. يعني ما اجيش مثلا اكون متعود على 900 او 1000 مثلا كريت، واخش مثلا ابقى بحل اسئله 1500 او 1400 وبستك فيهم كتير، يعني فلازم ابقى قريب شويه ليهم. طيب زي ما فهمنا دلوقتي من الباشمهندسين، دلوقتي في مشكلة تانية. دلوقتي مثلا لو في حد لسه بادئ بروبلم سولفنج هو بيركز على الكومباتيتيف. طيب الكومباتيتيف دي لطلبة الجامعات، احنا فهمنا دلوقتي ان طلبة الجامعات بيبقى في عندهم حتة اللي هي ايه، انا هحل على كود فورسز، انا عايز اوصل ماستر. فانا ازاي مثلا اوصل بيول، او ازاي اوصل سبيشاليست، او ازاي اوصل مش عارف ايه. ده كله يعني اللي هو لو اي حد مبتدئ بقى، ازاي ان انا مثلا الم ريت، او ازاي ان انا اطلع بسرعه. ممكن نفهم برضو راي الباشمهندسين فيها. اتفضل يا باشمهندس احمد. بص، حته الريت دي بقى، الريت بما ان انت اصلا بتخش على كود فورسز، انت عارف الليفل اللي انت فيه. يعني مثلا انت في ليفل 1، او مثلا خلاص ليفل 0 وبتبراكتس على ليفل 1، بتخش كونتستات. على ما اعتقد ان انت لما تيجي تخش كونتست اصلا، فانت بتحل عدد مسائل معين. يعني مثلا لو دخلت ديف 3 مثلا بتحل اي بي سي، بتحل دي مثلا، فانت لما تيجي تحل ايه هتقف فيها. فالمطلوب منك اصلا لما تيجي تحل في ديف 3 تعمل ابسولف للسؤال اللي انت ما حلتوش قبل كده. مره مع المره مستواك بيعلى، مستواك بيزيد، مستواك الريت بتاع المسائل بتعلى معاك. طبعا مع التوبكس اللي انت بتذاكرها هتلاقي ان انت لما تيجي تخش كونتستات بتحل بسرعه وبتجري في الكونتستات مع التعود. بس ما فيش حاجه بتيجي من مره او من اتنين او من ثلاثه، برضو كله في الاول وفي الاخر تعود. وموضوع الريت ده اصلا ما بيقيمش مستوى الواحد بشيء. يعني في ناس اصلا نيوبي وبمستوى بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن تحل مسائل ماستر عادي. الريت ده عادي، هي بتبقى موضوع الكونتستات برضو بيبقى حاله نفسيه. يعني لو داخل الكونتست رايق، او داخل الكونتست حاله نفسيه مش كويسه، مش هتأدي فيها حتى لو انت جامد، حتى لو انت توب. ده برضه نفس الكلام بيحصل في الكونتست بتاع المسابقه، هي بتعتمد على الحاله النفسيه. فالريت اصلا ده يعني مش بيقارن مستوى الواحد. وموضوع ان انت عشان تزود الريت ده موضوع سهل وبسيط مش صعب، بس هي بتلعب برضه ايه في حاجات تانية. طيب زي ما فهمنا راي الباشمهندس احمد، ممكن نفهم برضو راي الباشمهندس عبد الرحمن.
يعني هو موضوع الريت بتاع كود فورسز يعني ما بقاش مهم قوي في الفترة اللي فاتت، لان بقى في شيترز كتير قوي وناس كتير بتستخدم اي اي يعني، فالموضوع ما بقاش مقياس قوي. فاللي هو انا احل واعمل اللي عليا واختبر نفسي بنفسي على المقياس اللي احنا كنا معتمدينه، مثلا اللي هو لو انا بيوبل المفروض احل كام في ديف 2 او كده، ولو انا برضو سبيشاليست احل قد ايه، ويكون الموضوع بالنسبه لي فور فان يعني ماخدوش على اعصابي، بس اهتم بنتائج الاون سايت، لان الاونلاين ده ملوش اي لازمه يعني نظرا من اللي بيقدمه الاي اي دلوقتي. طبعا فهمنا رأي الباشمهندسين في النقطتين دول. وانا دلوقتي يعني انا من رأيي ان هو مش مقياس. دلوقتي انت مثلا لو عايز تبدأ ان انت تحل ديفات او ان انت تطور الريت بتاعك، فهو ما تهتمش بيه على قد ما تهتم ان انت ازاي تتطور من المسألة دي او تاخد الفكرة من المسألة. يعني أنا دلوقتي لما بحل مسألة مش هلاقي نفس الفكرة في المسألة التانية، بس ممكن الاقي منها نقط معينة. يعني انا دلوقتي لما بحل اي مسألة انا خلاص اكتسبت خبرة ان انا خلاص فهمت الفكرة دي وعرفت اطبق عليها. فانا ما بقاش عندي مشكله ان انا ايه، ان انا لا انا داخل عشان اخد ريت معين وكل كنت ابدا احسب بقى انا زدت كام او نقصت كام. ودي هتبقى مشكله. يعني انا لو نقصت ونقصت فانا كده مش هكمل. صح يا باشمهندسين؟ اه بالظبط. هو مش مقياس عامه. مش مقياس عامه. طيب المشكله اللي بعد كده، طيب دلوقتي لو انا بدأ اتعلم بروبلم سولفنج، امتى ادخل ديفات او امتى اشارك في ديفات؟ هو موضوع الديفات ده اعتقد ان انت بتبدا تخش ديفات بعد ليفل زيرو، صح؟ اه تبدا تخش ديفات وتحل جنرال. علشان اصلا ممكن تبقى لسه في ليفل زيرو وتخش مثلا تيجي اول سؤال تلاقي ماس، يعني سؤال ستاندر ماس تعرف تحله، اي حد يعرف يحله، بس ان انت مش مذاكر ماس فايه اللي هو البيزك بتاع الماس مش عارف تحله. فاعتقد انت لما تيجي تخش ديفات اصلا محتاج ان انت تخلص ليفل زيرو، يعني ليفل زيرو وتبدا بقى تحل جنرال، تخش ديفات تبدا تتحرك نفسك كده. بس ما وانا عندي 4 انواع ديفات، عندي ديف 4 ديف 3 ديف 2 ديف 1. كل ما الرقم بيكبر كل ما الديف بيكون اسهل. فانا ببدا مثلا بريت 800، مثلا ديف 2 بيبدا ساعات بريت 900، صح؟ اه بالظبط. 800 900 800 900 عادي ممكن يبدا ب 1000. بس اسهل حاجه فيهم هو ديف 4 وديف 3. طيب انا دلوقتي عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ انا دلوقتي مثلا بدات وكان مستواي كويس. يعني انا دلوقتي بدات بفتره ان انا مستواي كويس في الفتره دي، وبعد كده اتشغلت فرحت جاي ايه، ما عدتش بحل بروبلم او ما عدتش اصلا بفكر في بروبلم. فلما جيت احل مسائل تاني بدات الاقي مستواي اصلا، يعني المستوى اللي انا متعود عليه مش هو. مش عارف احل مساله، مش عارف افكر فيها، مش عارف اكودها اصلا، مش عارف اطبق التوبيك اللي انا متعود عليه، مش عارف ان انا اعمل الاساسيات اللي انا بعملها كل مره. ودي احلها ازاي يا باشمهندس؟ يعني هو الموضوع زي كأني بلعب جيم، فما ينفعش مثلا أكون متعود مثلا ألعب رفرفة مثلا جانبي ب15 كيلو مثلا، وأوقف فترة وأرجع أبقى عايز أشيل نفس الوزن تاني، يعني صعبة جدا، ودي تمرينة مثلا صعبة. فما ينفعش أخش مثلا أحل توبيك صعب والليفل بتاع البروبلم نفسها تقيل شوية، وألاقي نفسي إن أنا يعني هعرف أعمل كده. دي ممكن تكون متاح يعني اللي يعرف يعمل كده الناس اللي هي العاليين قوي يعني، لكن اي حد تاني عادي يعني ممكن ان انا ارجع احل تاني براكتس، اقعد ابراكتس مثلا ان انا احل عدد كبير من البروبلمز في يوم واحد، مثلا احرق عدد معين يعني. دي كنت جربتها قبل كده، فعلى بعد يومين او 3 هكون الفورمه بتاعتي رجعت تاني يعني. بس هي الفكره كلها ان انا يعني ابراكتس كويس في الاول إن على اسئله اقل من الليفل اللي انا كنت بحله شويه، تكون قريبة منه يعني اقعد احل عليها كتير، فابدا ارجع تاني بس. فهي المشكله عندي ان انا بقف. فلحد ما الباشمهندس احمد يجي، هي الفكره كلها جايه فين؟ في الاستمراريه. ان انا دلوقتي مستمر، ان انا كل يوم بطور من نفسي، وكل يوم دماغي بتشتغل، وكل يوم دماغي بتتطور يوم عن يوم. فباجي مره واحده دماغي تقف او ان هي ايه ما بتعملش مجهود. فانا كده بيبقى عملت ايه اللي هو طلعت رحت جاي نازل مره واحده. فانا كده مثلا ببقى عامل مجهود ان انا كل يوم بفكر في مساله او اتنين او تلاته، باجي مثلا اروح جاي موقف خالص. اللي هو انت خلاص دماغك اتعودت ان انت اشتغلت وفضلت تشتغل لحد ما بقت ايه اللي هو انا ما بفكرش في حاجه. يعني انا انشغلت دلوقتي. هي فكره البروبلم اصلا عباره عن ايه؟ هي بتخليك بتحسن مستوى التفكير بتاعك. يعني انا دلوقتي ببدا احل مشاكل مش على مستوى المسائل بس، ببدا احل مشاكل على حياتي اليوميه، حياتي الشخصيه. يعني كل يوم انا ببدا احل بروبلم في حياتي وانا مش حاسس اصلا. فلما ابدا اوقف حل بروبلم يعني دماغي بتحس ان في حاجه غلط حصلت، فبتروح جايه عامله زي دروب ان هي خلاص دي ما عادتش ايه، يعني الحته دي خلاص هي وقفت في دماغك. فبتيجي مثلا ترجع تاني تلاقي نفسك ان انت مستواك قل، او ان انت مش قادر ترجع لمستواك اللي كنت فيه. يعني مستواك اللي كنت فيه ده
بتحس ان انت لا ده ايه اللي حصل، يعني انا كنت كويس، ايه اللي وصلنا للنقطه دي. فهي الفكره كلها ان انت وقفت مره واحده. يعني حاول على الاقل ان انت تبقى بتفكر في مساله يوميا، يعني انت لو مش هتحلها فكر فيها، يعني حل المساله وما تكودهاش، اللي هو خلاص لا انا بعمل الحاجه اللي انا بعملها كل يوم، اللي هو ان انا بفكر، انا اتعودت ان انا افكر. طيب لما بوقف تفكير دي المشكله كلها، خلاص كده دماغي بتفصل في الحته دي. دلوقتي احنا معانا الباشمهندس محمد والباشمهندس سيف، دلوقتي هيكلمونا عن مشكله بتحصل مع اي حد لسه بيبدا يتعلم بروبلم سولفنج. وايه هي يا باشمهندس سيف؟ هتكلم عن مشكله حصلت لي انا من ضمن اكتر الناس، وبتحصل لمعظم الناس اللي بيبداوا في بروبلم سولفنج او اي تراك عامه. المشكله دي ايه؟ حماس البدايات. ايه يعني ايه حماس البدايات عامه؟ بتبدا في الاول التراكس بسيط، قصدي التوبكس سهله وخفيفه. تلاقي عندك مثلا الستريك في كود فورس كله اخضر غامق اخضر غامق، اللي هو عمال تحل كتير يوميا ما شاء الله. تيجي مثلا عند فتره معينه، مثلا فتره ميد ترم، فتره فاينل، فتره تشتت في تراك، احنا اكتر مجال عليه تشتت من كتر التراكات والكلام على التراكات. تراك مثلا زي الفرونت اند، مش هنتعمق في نقط مش موضوعنا دلوقتي، بس بيبقى في تشتت. وكلام السوشيال ميديا الكتير اللي هو بروبلم سولفنج دي مش هتفيدك في حياتك. فاركن كل الكلام دوت وخليك ماشي على اللي انت ماشي عليه، وحاول ما توقفش اي ظرف يقابلك. انا كشخصيا باجي عند الميد ترم والفاينل بريح طبيعي زي اي حد. باجي بعد الميد ترم والفاينل دول بكون اللي هو الحماس او الشغف راح، ممكن احل يوم واريح كذا يوم. فلا، حاول على قد ما تقدر لما تيجي ترجع تحل، حل حاجات خفيفه بحيث انك بتسخن، تعمل احماس زي لاعبين الكوره، بحيث تنزل سؤال سؤالين في اليوم لمده اسبوع اسبوعين، تلاقي مستواك بدا يرجع تاني، ترجع زي ما كنت في الاول واحسن. فحاول على قد ما تقدر ما تريحش، وخلي بقى باشمهندس محمد هو يكمل احسن. هو زي باشمهندس سيف ما قال، دايما بيبقى كل واحد فيه عندنا طاقة. طبعا ساعات الطاقة دي بتروح، ف ده بقى بيبقى ليه اكتر من سبب. يعني ممكن ساعات اكون مثلا زي ما باشمهندس سيف برضو قال، بيعدي ظروف في حياتك او ضغط، زي مثلا ميد ترم، مثلا عندك ظروف عائلية او ايا كان الحاجة، احنا ما نضمنش ظروفنا ايه. بس حاول زي برضو ما باشمهندس سيف قال ان انا احاول على الاقل ارجع تاني احل، مش زي الاول، بس على الاقل ما اسيبش الحوار من ايدي خالص. يعني على الاقل احل مسألة 2 في اليوم. وبرضو يعني ما حاولش ان انا اسيب الحاجة خالص من ايدي، علشان انا مثلا بكتب كل يوم، مثلا لما انا برجع تاني ما بكتبش بنفس الكفاءة. ازاي؟ يعني انا مثلا بكون عارف مكان الزراير لما بكتب، فانا ايدي بتكون متعودة على كده، فانا لما ارجع تاني هلاقي ان الموضوع بدأ يصعب معايا. بس ده ما يخلكش ده تقف، يخليك تبدأ تحاول وتقرب تاني، وعلى الاقل برضو تحل مسألة او 2 كل يوم. بس ديت مش المشكله الوحيده اللي ممكن حد يواجهها، يعني ممكن في مشاكل تانية. يعني انا مثلا المشاكل اللي كانت بتواجهني ان انا مثلا كنت في تيم، مثلا مش كل التيم بيحل، ممكن انا بس اللي كنت احل لاسباب تانية، وكل واحد برضو بيبقى ليه ظروف وربنا اعلم بالظروف ديت. انا لما لقيت مثلا اكتر من حد او التيم معايا مش بيحل، فبدات انا كمان اكسل. فلا، ما نكسلش، حاول مثلا احل برضو مسألة 2. احاول مثلا اشجع نفسي بان الاستريك مثلا يبقى اخضر، كل ما اشوفه كل يوم عن يوم بيبقى اخضر اكتر من الاول، او مثلا بيزيد. فاحاول اشجع نفسي بكده لو انا هقدر كل يوم احل مسألة او 2. فما اربطش نفسي بحد، واحاول دايما ان ما اقعش، احاول اكمل واحل على الاقل، ما اسيبش الموضوع من ايدي، عشان انا اليوم اللي بقفله او ما احلوش فيه فبيرجع معايا الموضوع ان انا مثلا عقلي ما بيكونش متسيستم بنفس الطريقه اللي انا كنت شغال عليها. بس ده المشاكل اللي واجهتني الصراحه، مش اكتر من كده. وزي ما الباشمهندس محمد قال لنا، دي المشكله، الفكره كلها ان هو ايه، يعني بسبب الظروف. فحاول ان انت ما تتاثرش بالظروف، لان كده كده يعني احنا مش ضامنين ظروفنا، وكده كده بيحصل لنا ظروف. فعلى الاقل تكون ان انت مستمر ولو بالقدر القليل. يعني انت مثلا في اليوم بتحل 10 مسائل، ده يعني مثلا اللي هو مش لازم يكون مثلا انت بتعمل كده كل يوم، مثلا انت بتحل 3 4 2 1. المهم ان انت على الاقل ما تفصلش خالص. يعني انت مثلا تحل 10، يبقى انت مثلا لو انت مش قادر خالص فكر في 1 2 3. يعني احكي لي بقى النهارده، يعني انا ده اول سنه ليا في المسابقه، احكي لي بقى إيه اللي بيتم. انا اقول لك على حاجه، انت هتيجي مره، هتيجي كل مره. ده اللي حصل معايا في اول سنه، لان انت بتيجي اول مره بتبقى عامل ايه، انت دلوقتي مش عارف اي حاجه في اي حاجه، بتيجي
بتلاقي ناس انت في البراكتس طبعا مش هتحس باي حاجه، انت ناس كتير داخله البراكتس. طيب بعد ما بتدخل الكونتست نفسها بتعمل ايه بقى؟ بتلاقي ناس كلها لابسه نفس التيشيرت، لا لابسه كل حاجه، ده في مني كتير قوي. انا كنت عايز التيشيرت الاسود بقى بيتي بيقولوا كبير قوي، السايزات بتاعتهم غريبه. بص هو انت اختار المقاس السمول هيجي مظبوط. انا اخترت الميديم وربنا يستر بقى، نقصه بقى ولا نشوف هنعمل فيه ايه. ربنا يستر اه. فانت هتيجي اول سنه هتبقى حاسس ان انت اللي هو ايه، انا جاي رحله. طيب ما انا جاي رحله، ما انا مش فاهم هعمل ايه. طيب بعد ما ابدا ان انا خلاص يعني لبست التيشيرت بقى، هخرج الاقي ناس كتير قوي زي، هل ده هيأثر؟ اكيد طبعا هيأثر بالاجابه ان انت ايه، لا ده في ناس كتير زي ده، في ناس منافسه عاليه جدا، في منافسه عاليه، وفي ناس مهتمه بنفس الحاجه اللي انا مهتم بيها. لا ده الموضوع كويس، الموضوع مش عليا بس، لا الناس دي كلها مهتمه بنفس الحاجه اللي انا مهتم بيها. فتحس ان انت في الكوميونتي بتاعك، فتحب ان انت تيجي وتشارك، وهتروح من اليوم ده عندك حماس، وهتروح تقول لا انا السنه الجايه لازم اكسر الدنيا، ولازم اعمل رود ماب امشي عليها واجي اقدم اداء افضل من الاداء السنه دي، عشان ابقى كويس واحسن من كده بكتير. بيبقى في رهبه في اول مره. هي الرهبه، بس مفيش رهبه، وانت عشان لسه اول مره حاجه جديده عليك، فانت مش فاهم ايه اللي بيحصل او مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بس لما تيجي تفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي، هو بص الفكره كلها من بعد ما تلبس التيشيرت حرفيا تفكيرك يتعول 180 درجه. اللي هو لا، ايه الناس دي كلها مهتمين بنفس الحاجه اللي انا مهتم بيها. طبعا احنا لسه جايين من المسابقه النهارده، والحمد لله اداء مشرف، الحمد لله. تيم على ما تفرج حل 4 مسائل، احنا حلينا 3 مسائل الحمد لله. الحمد لله بتوفيق ربنا. انت ممكن تكون مثلا شايف ان الرقم ده قليل، بس هو مش قليل قوي على قد ما انت تحط نفسك في نفس الموقف وتيجي المسابقه وتعمل نفس الكلام. الفكره كلها ان انت مش رايح تحل وخلاص، انت رايح تقعد تحت ضغط، رايح تتعامل مع تيم، رايح تتفاهم مع تيم، رايح تشوف ازاي اصلا هتصمت، ازاي هتاخد على الجو. هل مثلا الفريق هيساعدني ان احنا نقدر ان احنا نوصل سوا لحاجه كويسه، ولا